تصوير القنوت وتصوير هل يقدح في الإخلاص؟ والله يا إخواني نعم. هذه والله الآن يعني نصيحة. بعض الناس يروح يصور نفسه محرما ويحط في الانستغرام، يصور نفسه في الصلاة ويحط في الانستغرام، يصور. يعني بتحط أنت لمن؟ سؤال يعني، أنت تريد إخبار من أنك ما في داعي. أخفي الأعمال، اجعلها بينك وبين الله. ليش تنشر عملك؟ لماذا تعلن عملك؟ ليه؟ أو يحطوا في البايو ولا في شعار يعني هذا صورة الموقع والعنوان. واحد يحط نفسه رافع يد. ليش؟ أنت ترفع يديك لمن؟ للناس؟ أنت ترفع يديك لله. أخفي عملك، أخفي عبادتك. أو يجي واحد يرسل رسالة كذا من عند الكعبة المشرفة أدعو لكم. يا أخي ليش تخبرهم؟ ليه؟ عملك بينك وبين الله أخفيه، ما في داعي، ما في داعي، أخفيه. في ثلث الليل الآخر أدعو لكم الآن. ما هذا؟ ما هذا؟ لا من سنن السلف ولا من الدين. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون لا يقبل منهم. هذا فعل السلف. أما قضية التباهي بالعبادة ونشر الصور، وصار تحويل الحرم يا جماعة، يا أيها الناس، يا عباد الله، يا أيها المسلمون والمسلمات، تحويل الحرم إلى مكان سياحي، تحويل الحرم إلى مكان سياحي. هذا ياخذ لقطة مع زوجته، تعالي شوي، خذ جوال بالله تصورني، ممكن تصورني أنا تصور لي أنا والمرة هذه، تعال هنا، تعال هنا، صورني، خلي خلفيتك عند الكعبة، تعال شوي، يا جماعة، يا أيها الناس، ما هذا؟ ما هذا؟ الحرم يفقد بهاءه، قدسيته، أشياء كثيرة منها بسبب هذه التصرفات. والله تصرفات سخيفة. ليه؟ لماذا يفعلون ذلك؟ يحولوا الكعبة بيت الله الحرم إلى معلم سياحي تؤخذ عنده لقطات والصور وتذكاريات يعني. وبعدين ننشر، نحط في الانستغرام ونحط في الفيسبوك ونحط في هذا، ذهبنا وعملنا. وين الإخلاص؟ وين إخفاء العمل؟ وين السلف اللي كان الواحد راسه جنب راس زوجته في الفراش يبكي وما تشعر به؟ وين اللي كان يطلع على الشغل كل يوم الصباح قبل الفجر، يطلع يعطوه إفطاره، يقوم يتصدق فيه في الطريق ويصوم، ويرجع بعدين عند المغرب يرجع يتعشى. وين السلف اللي كان الواحد إذا جلس المجلس وبكى من خشية الله يقوم ياخذ المناديل يقول زكمة، الزكمة شديدة علشان يخفي. وين اللي كان في المصحف ولما دخل الواحد غطى كل شيء، غطى علشان؟ وينهم؟ وين اللي يتصدق إذا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ وينهم؟ لماذا هذه التصرفات الآن؟ هذا والله العجب بالعجب فعلا. فلنتق الله ولنأتي الأعمال الصالحة كما يريدها الله، ولنتحلى بالإخلاص. اجعل بينك وبين الله خبيئة، شيء خفي عند الله تلقاه، ليس رياء ولا سمعة ولا تخبر العباد. نسأل الله السلامة والعافية. طيب.